انت بتدخل لجسمك بشكل يومي كميه كبيره جدا من السموم وانت مش واخد بالك. ربنا سبحانه وتعالى عمل على لساننا اكتر من 10,000 مستقبل لتذوق الطعام، ودول للاسف بيتاثروا جدا بالسكر والملح، فكل ما ياخدوا كميه سكر وملح بيحصل لهم عمليه تخدير ويكونوا عايزين كميه اكتر عشان يتحفزوا فعلا، فتبدا انت تزود سكر وملح وتدخل جسمك في كارثه. وده لان غصب عننا كوبايه الشاي اللي كنا بنشربها بمعلقتين سكر ما بقتش كفايه، او ان اغلب الاكل اللي بناكله بقى محتاج شويه ملح، وده معناه للاسف انك بدات تدمر مستقبلات الطعام اللي على لسانك. فسبحان الله ان رمضان فرصه عظيمه جدا عشان نفرمط المستقبلات دي وتشتغل زي الاول. الخلايا دي بتتجدد كل 10 ل 14 يوم، وكمان بتتنشط اكتر خلال فتره الصيام. فخليني اقول لك على تريكتين لو عملتهم هتتحكم في كميه السكر والملح اللي بيخشوا جسمك. التركه الاولى وهو تحدي 10 ايام. خلال ال 10 ايام دي انا عايزك تكسر صيامك على تمر وميه، وتحاول تقلل او تمنع الحلويات اللي بعد الاكل. فلو عملت كده ده هيخليك تسيطر على كميه السكر وتحس بطعم الحاجه من جديد. والتركه التانيه انك تستعمل بدايل، يعني مثلا تستخدم ليمون او خل بدل الملح، او في الحلويات تحط قرفه بدل سكر. حاول تحافظ على النعمه اللي ربنا مديها لك وما تبوظهاش بايدك، واعمل فل.